تخيل كده معايا تبقى راكب مركب نجاة في وسط موج عالي جدا، وكل اللي حواليك بيحاولوا يوصلوا للبر، تقوم انت بإيدك فاتح خرم في قلب المركب. تخيل اللي بيفطر في أيام رمضان من غير عذر هو مش بس بيضيع من إيده يوم من أيام رمضان، ده بيغامر بسلامته في أكتر وقت هو محتاج فيه الأمان. بص يا بطل، الصيام ده ميثاق بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم حكى لنا رؤية خطيرة جدا فوق ما تتخيل شافها في المنام. خلي بالك، رؤيا الأنبياء حق، يعني هتحصل لا محالة، والرؤية دي بتوصف حال ناس معينين في الآخرة. فبيقول صلى الله عليه وسلم: بين أنا نائم إذ أتاني رجلان، يعني بيقول وأنا نايم جالي رجلين وكانوا ملكين في صورة بشر، فأخذ بضبعي، يعني مسكوني جامد من عضد دراعي. ولو أنت مش عارف إيه العضد، فالعضد ده هو العظمة اللي موجودة ما بين المرفق ما بين الكتف، يعني بالمنطقة دي كده بالظبط. واحد مسك النبي صلى الله عليه وسلم من هنا، والتاني مسكه من الحتة دي، وعملوا كده علشان ياخدوه معاهم في مكان معين. فبيكمل النبي صلى الله عليه وسلم وبيقول: فأخذ بضبعي فأتيا بي جبلا وعرا، يعني وصلوا بي عند جبل عالي جدا وصعب قوي في طلوعه، والصخور بتاعته حادة ووعرة. فقال لي: اصعد. قالوا له: يلا اطلع الجبل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أطيق. قال لهم: أنا ما أقدرش إني أطلع الجبل ده صعب قوي وفوق طاقتي. فقال: إن سنسهله لك، يعني إحنا هنساعدك في الطلوع. فبيكمل النبي صلى الله عليه وسلم وبيقول: فصعدت حتى إذا كنت في سواء، يعني النبي صلى الله عليه وسلم طلع الجبل فعلا، ولما وصل لمنطقة معينة كده في الجبل إذ أنا بأصوات شديدة، يعني فجأة وبدون أي مقدمات سمعت أصوات مرعبة جدا وعالية جدا ومخيفة. فقلت: ما هذه الأصوات؟ سألهم النبي صلى الله عليه وسلم باستغراب: إيه الصوت المرعب ده؟ وإيه صوت العويل ده؟ فقلت: ما هذه الأصوات؟ قالوا: هذا عواء أهل النار. يعني ردوا عليه وقالوا له إن ده صوت صراخ وعياط الناس اللي بيتعذبوا في نار جهنم، وشبهوا هنا بالعواء لشدة الألم والتعذيب. ثم انطلق بي فإذا أنا بقوم معلقين من عراقيبهم، يعني مشيوا بي شوية كمان وفجأة شفت ناس متعلقين من عراقيبهم يعني مربوطين من الوتر اللي فوق كعب الرجل، يعني بالمختصر كده رجلهم فوق وراسهم تحت، مشققة أشداقهم. سلم يا رب، يعني جوانب الفم عندهم متشققة ومتقطعة وبينزل منها دم غزير جدا. مشققة أشداقهم تسيل أشداقهم دما. قلت: من هؤلاء؟ سألهم النبي صلى الله عليه وسلم: مين دول وليه متعلقين كده وإيه الدم الكتير اللي بينزل منهم ده؟ من هؤلاء؟ ويا ترى إيه الجريمة اللي عملوها عشان يتعذبوا العذاب البشع قوي ده؟ قالوا: هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم. قالوا له: دول الناس اللي كانوا بيفطروا في شهر رمضان قبل ما الأذان يأذن، يعني بيفطروا قبل أذان المغرب ومن غير عذر شرعي. أنت متخيل إن ده حال اللي بيفطر بس قبل أذان المغرب كده من غير عذر، يعني بيصوم بس بيفطر قبل المغرب، ما بالك بقى باللي مش ناوي يصوم أصلا. الموضوع يا جماعة مش مجرد جوع وعطش وخلاص، الموضوع باختصار هو هبة لشرع الله، كأنك بتقول لربنا: أنا مش محتاج العرض بتاعك. في حديث للنبي صلى الله عليه وسلم يخليك تفكر 1000 مرة قبل ما تضعف قدام سندوتش ولا كوباية مية. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيستعيذ من إنه يكون من الخاسرين في الشهر ده. جاله في مرة جبريل عليه السلام وقال له: بعد من أدرك رمضان ولم يغفر له. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: آمين، يعني دعاء من ملك وتأمين من نبي على مين؟ على اللي بيضيع الفرصة دي من إيديه. فيا صديقي، مفيش أي لذة أكل ولا شرب تخليك تضيع الفرصة دي من ربنا سبحانه وتعالى، تخليك تضيع نظرة رضا من ربنا سبحانه وتعالى، تخليك تضيع وقت أنت محتاج فيه فعلا الأمان والمغفرة على حاجات كتير جدا أنت عملتها زمان وأنت أصلا مش فاكرها بس ربنا فاكرها. رمضان أيامه هتعدي، الأثر هو اللي هيبقى، الجزاء هو اللي هيفضل معاك للأبد، الثواب هو اللي هينفعك في الدنيا ولما تنزل القبر لوحدك بين الأموات، وفي الآخرة إن شاء الله. خليك بطل كده واقفل باب الشهوات بقفل اليقين، وخد عهد على نفسك إنك ما تفطرش أبدا في رمضان تاني. فيا من غرته شهوة ساعة، لا تبع الجنة بثمن بخس وأنت أهل للطاعة، وصم صيام مودع عسى أن يكون لك شفيعا ومشفع. اعمل لي فولو عشان تعرف كل يوم معلومة جديدة عن رمضان. ابعت الفيديو ده لصاحبك اللي بيفطر في رمضان وقول له: اسمع فطورة. اعمل لايك وشير ومنشن عشان تشاركني في الأجر والثواب. أنا عبد الرحمن هلال، استنوني في حلقة بكرة إن شاء الله، ورمضان كريم.